عليها خلاف منذ عقود. المغرب يقول إنها جزء من أرضه، بينما ترغب جبهة البوليزاريو في إقامة دولة مستقلة. لحل هذا النزاع سلمياً اقترح المغرب عام 2007 حلاً وسطياً بحسب منظوره، وهو منح الإقليم حكماً ذاتياً بصلاحيات موسعة، ولكن يظل تحت السيادة المغربية. هناك دول رأت في هذا حلاً مناسباً للنزاع، وهناك دول أخرى عارضت هذا الحل واصطفت وراء الجزائر وغيرها من الدول التي تدعم البوليزاريو. ولكن مؤخرا بعض الدول غيرت رأيها من داعم للبوليزاريو لدعم لخطة الحكم الذاتي المغربية، ما أثار تساؤلات عديدة حول مستقبل هذه القضية. فعلا، ومن آخر تلك الدول مثلا سوريا وكينيا. نبدأ بكينيا، إحدى أبرز القوى الاقتصادية والسياسية في شرق إفريقيا، والتي اعترفت بما يسمى الجمهورية الصحراوية عام 2005، ما أدى إلى توتر العلاقات مع المغرب. في السنوات الأخيرة بدأت تغير كينيا مواقفها فيما يخص قضية الصحراء الغربية، إلى أن قالت إنها ترى مبادرة الحكم الذاتي المغربية بمثابة الحل الوحيد الواقعي لإنهاء النزاع.